باسم رابطة نوروز وأكراد لبنان منحيي شهداء المجازر اللي ارتكبوها العثمانيين، ومننحني إجلالا لأرواحهم الطاهرة. ونحن كشعب كردي مع القضية الأرمنية، لأنه القضية الأرمنية والقضية الكردية قضية واحدة، والشعب الكردي والشعب الأرمني هو شعب واحد، نفس العرق نفس الدماء، وتعرضنا لنفس المجازر ولنفس الآلام ولنفس التاريخ ولنفس التهجير والاغتصاب والقتل والتهجير القسري. أنا بفهمكم وبشعر بكل واحد فيكم اليوم، لأنه نحن كمان تعرضنا وما زلنا نتعرض لأبشع أنواع المجازر والقهر والتهجير والتغيير الديموغرافي. اليوم بعفرين بشمال سوريا تتعرض لكل أنواع الاغتصابات اللي ما فينا نفكر فيها. الدولة التركية والدولة العثمانية هي وجهين لعملة واحدة. بجرأة بقولها ما في فرق بيناتهم، هن مثل الدواعش، بيمارسوا نفس الاسلوب وبيمارسوا نفس القمع ونفس القتل ونفس التهجير. الشعب الكردي اعتذر من الشعب الارمني بعبر التاريخ، لانه كانوا وسيله بيد الامبراطوريه العثمانيه. وعبد الله اوجلان الزعيم الكردي بقلب المعتقل اللي هو فيه اعتذر من الشعب الأرمني. كان في قبائل كردية لعبت دور سلبي بهالجنوسايد اللي صار، ولكن نحن كشعب كردي حمينا كثير من اللي هربوا من المجازر واحتضناهم. قضيتنا قضية وحدة ومصيرنا مصير واحد، والعدالة رح توصل لمجراها، والدولة التركية لازم تعترف بالجنوسايد